السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وفي احسن حال يا رب. المشمش الجميل دوت موسمه طبعا، كل عام وانتم بألف خير. نخلي بالنا بس لو احنا هنجيب مشمش ونعمل بيه حاجات ان هو عمره قصير، يعني ما بيقعدش كتير في السوق. المشمش الجميل ده اساس المشمش بقى هي بلد موجودة في القليوبية، بتتميز بزراعة المشمش، وطبعا من اجود انواع المشمش اللي بتتصدر لكل دول العالم. شايفين ما شاء الله، حتى لو المشمشة ما هياش يعني غامقة قوي او لونها غامق زي ما بتشوفوها في السوق، فاتحة وجميلة، بس عاملة ازاي من جوه سكر، حاجة في منتهى الجمال. حتى اللي هي مخضرة ديت او لونها فاتح او تقولوا لا دي مش هتكون مسكرة، بصوا ما شاء الله من جوه. عايشة مفتاحة بايد واحدة عشان كنت ماسكة بالايد التانية الكاميرا. شوفوا ماشية عاملة ازاي من جوه، ما شاء الله مسكرة جدا جدا. النهاردة بقى هاخدكم في جولة كده لبلد المشمش، البلد اللي بتتميز بالمشمش، اللي مشهورة بالمشمش. بلد جميلة جدا جدا، وهاخدكم معايا لجولة بسيطة كده للبلد دي. هنشوف كمان جمال الخضرة والجمال بقى الرباني، سبحان الله. خليكم معايا. الأول بقى هرحب بآية أختي وحبيبتي من قناة آية أمين. هسيب لكم برضو لينك القناة بتاعتها في صندوق الوصف. كانت معايا في الجولة الجميلة دي. بلد العمار الكبرى. بلد العمار الكبرى دي بلد موجودة طبعا على النيل، جميلة ازاي، تحفة. موجودة في محافظة القليوبية. شهرتها المشمش من السنين السنين. في توقيت المشمش بتبقى فيه السويقة العصر اهيت، بس انا عديتها بسرعة علشان يعني احترام لخصوصية الناس اللي كانت واقفة بتشتري. بس السويقة بتاعتها بتبقى موجودة العصر، وبتبقى قبل القرية على طول او مدخل القرية دوت. شايفين مدخل القرية عليه شعار القليوبية اهو، وعلى الناحية التانية اليافطة اللي انا وايه واقفين عندها مكتوب عليها العمار الكبرى. دخلنا بقى، احنا كنا رايحين لناس بصراحة، هو البلد دي اهل كرم جدا جدا. ناس محترمين جدا، ناس مضيفين جدا. دخلنا بقى، رحنا الجنينة عندهم. وانا كان اول مرة بصراحة ادخل جنينة مشمش واشوفه على الطبيعة. هو برضو هنا الجنينة بتاعتهم، ودي الشجرة اللي هم سمحوا لنا ان احنا ناكل منها زي ما احنا عايزين. يعني عشان برضو هتلاقونا في الفيديو عمالين ناكل، ما تستغربوش، لا احنا مستأذنين وهم اللي قالوا لنا كلوا من الشجرة دي زي ما انتوا عايزين. في المشمش. هو ده المشمش اللي احنا جايين له. هنا جينا العمارة عشان المشمش دوت، بنعمل دوته مع بعض. شايفين ما شاء الله عامل ازاي، خير ربنا الوفير. احلى مشمش موجود في العمار، بسم الله ما شاء الله. جو رائع جدا جدا، المكان جميل. الناس هنا بصراحة فوق الوصف في الكرم، وفي استقبالنا استقبال حلو جدا جدا. هناخد بقى ونبقى نقول لكم الاسعار والحاجات دي. اهو من الشجر على طول اهو. طبعا قالوا لنا كلوا زي ما انتوا عاوزين، بس الاول افتحوا المشمشية علشان تشوفوها، لان للاسف كان فيها ندوة، فعشان ما تكونش فيها دود او اي حاجة وحشة من جوه. فكل مشمشية برضو انتوا تجيبوها من السوق لازم تفتحوها وتشوفوا فيها ايه. هما مالهمش فيها يا جماعة، يعني هي الشجرة ما شاء الله شايفين مش قدامكم تحفة، وشكله جميل جدا، ومن بره مفيهوش اي حاجة خالص. لكن كنا ما نفتحها نلاقي فيها للاسف ندوة او دودة من جوه، فانتوا برضو لازم تعملوا كده وانتوا بتشتروها من السوق. شايفين الشجر والجمال بقى. انا ملاحظه ان احنا بناكل مش بنصور. لا ما احنا متصورش بقى خلاص. صوت الطبيعة المبهج ما شاء الله. ايه ورا هي بتاكل المشمش بالشجره اهي. هي متلبسه بانها بتاكل المشمش بالشجره اهو اهو اهو. بس احنا ما كانش معانا كيس اسود عشان ناخد فيه. ما تقطعيش تاني يا توت. هنا بقى الجماعة جابوا لنا بصراحة حاجة نقعد عليها ومية ساقعة وعملوا لنا كمان شاي على الفحم من أطعم حاجة موجودة يعني. الفحم يتولع جنب كده والشاي، حاجة طعم رائع جدا، مع إن أنا مش ما بشربش الشاي أساسا، لكن شربته كان جميل جدا ما شاء الله. كان في زراعات تانية بقى جنب المشمش. الجو كان جميل، الجو تحفة. الخضرة نفسها مريحة للنظر والنفس وكل حاجة. كل حاجة كانت مبهجة. لو عندكم مكان اخرجوا فيه. طبعا وفي كل فرصة كنت بنتهزها ان انا اصور آية وهي متلبسة بالمشمش، مع ان هو سمح لنا ان احنا ناكل زي ما احنا عاوزين، وقاعد جنبنا على فكرة، بس هي برضو صورتها هي متلبسة بالمشمش.
لو عاوزين بقى مشمش اصلي، مشمش العمار الاصلي، مش المشمش الجبلي اللي بتشوفوه في الاسواق اللي بيكون كبير ولونه غامق قوي. لا، احنا عاوزين المشمش الاصلي الجميل بتاع العمار. روحوا السويقة العصر، بتبقى موجودة، او لو انتوا نزلتوا على اي جنينة، الناس هناك مضيافين جدا، وناس يعني ما شاء الله طيبين جدا جدا. كما يعني كالشعب المصري كله، الطيبة يعني في دمنا يعني. وناس مضيافين جدا وهيعملوا الواجب وزيادة والله. ربنا يبارك لهم يا رب، ويحملهم زرعتهم ويبارك لهم فيها يا رب. شايفين ما شاء الله الجناين، بس للأسف كان في ندوة، فمعظم الشجر ما كانش فيه، أو إن هو كانوا جامعينه بس ما كانش مدي إنتاج زي كل سنة. ربنا يعوضهم خير يا رب دايما إن شاء الله. ها ما شاء الله الوانه جميله قوي. هنا بقى الغروب الجميل كان بادئ على الجناين اهي، شكل يعني رائع رائع، منظر خلاب، منظر طبيعي فوق الوصف، مش قادرة اوصفه بصراحة. هنا بقى انا لاحظت الشجرة دي عليها حاجة زي الصمغ العربي كده. هو بالظبط صمغ، انا شلته بس بصراحة نسيت اسأل عليه. ده ايه يعني؟ لو تعرفوا برضو قولولي ده ايه، صمغ فعلا ولا لا. خلصنا جولتنا وانبسطنا، وبعدين بدأنا نتحرك بقى ونمشي. كل دي جناين ما شاء الله مزروعة حاجات مختلفة، مش كله مش يعني. بس ما شاء الله ما شاء الله الجو رائع، المكان جميل. وبدأنا بقى ان احنا نتحرك يعني من المكان كده على المغرب، كان خلاص الغروب داخل كده. بس كان يوم رائع وانبسطنا جدا. وطبعا اشترينا مش لكن للأمانة هم ما رضيوش يدونا من الشجرة اللي هي كان فيها الندوة دي، وجابوا لنا من مكان تاني اللي ما فيهوش إصابة الحمد لله. انتظروا بقى وصفات مميزة بالمشمش الجميل دوت إن شاء الله. وصفات مش مختلفة كتير، بس بطرق مختلفة عن الطرق اللي انتم متعودين عليها. ودمتم يا رب دايما بألف خير. لو عجبكم الفيديو اعملوا شير، واللي ما اشتركش عندي ينورني ويشترك. وطبعا لو عاوزين طريقة الحفظ من السنة للسنة موجودة على القناة عندي الفيديو من السنة اللي فاتت. وشكرا ان انتوا وصلتوه ل70,000 مشاهدة. طريقة متجربة وجميلة، وان شاء الله ان شاء الله هتعجبكم لو جربتوها بإذن الله. ما تنسوش التعليقات الجميلة اللي بتسعدني، ولو عجبكم الفيديو عاوزين فيديوهات مشابهة ليه كده عرفوني اروح اصور. ولو في مكان انتوا عاوزيننا نروح نصور فيه انا وآية، نيجي ان شاء الله ونصور فيه زي ما انتوا عاوزين. دمتم يا رب دايما بألف خير.